يا مساء الورد، يا مساء السعادة، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونكم الجميلة. وحشتوني جدا من آخر فيديو. امبارح ما نزلتش معاكم فيديوهات، بس ان شاء الله النهاردة راجعه لكم بفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. روتيننا النهاردة في المطبخ حالته حالة. صعب جدا، مكركب، في مواعين وزبالة عايزة تتلم وحاجات كده هتترتب. بصراحة الفيديو حماسي جدا، تشجيعي جدا، المطبخ مقلوب من فوق لتحت. فإن شاء الله كده هنخرج من الفيديو ده كلنا طاقة إيجابية، لأن المنظر صعب. وبعد التنظيف عايزة أقول لكم طاقة إيجابية ما حصلتش. تعالوا بقى نبدأ الفيديو كده زي ما اتعودنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ونسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا قوي جدا. دلوقتي هوري لكم المطبخ كان عامل ازاي قبل ما أبدأ فيه تنظيف، لأنه فعلا صعب جدا جدا جدا. يلا بينا بقى نشوف مع بعض المطبخ. ورجعت لكم تاني، عملت لكم كده جولة سريعة في المطبخ قبل ما أبدأ فيه تنظيف. زي ما احنا كده شفنا الرخامة عليها صينية الأكل وباقي المواعين وأزايز عايزة تتغسل وتتملي، والمواعين دي لازم تتغسل، المواعين بالكوم. وشفنا باسكت الزبالة في الأرض، وشفنا فوق التلاجة مبهدل، وشفنا الرخامة اللي قدامي دي عايزة تتنضف وتترتب. وشفنا المطبخ يعني فوقيه تحتيه كله زبالة. مبهدل، عايز يترتب وعايز يتشال منه الزبالة وعايز بصوا عايز كل حاجة بصراحة. فانا قلت اعمل لكم جولة عشان تبقوا شايفين ان انا دخلت المطبخ عامل ازاي، وهنخرج منه مترتب ومتنظف والمواعين اتغسلت، وهنخرج من المطبخ بجد في فرق شاسع قوي. بصوا هنا احنا هنقلب بقى الكاميرا شمال ويمين، مطرح ما اروح انتوا معايا. بدأنا الفيديو الكاميرا في الوش عشان اوريكم التنظيف اللي كان عايز يتعمل. وبعدين كل ركن يعني انا هنضفه، هجيب زاوية التصوير ناحيته. الفيديو النهاردة مختلف تماما، حماسي جدا. ان شاء الله يعجبكم حبايب قلب صبوح. ربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب. هنا انا دخلت على الجزء ده، قلت بقى ارتبه واشيل الاكياس منه دي اللي عايزه تتشال، والم الكركبه. وهنفضي معايا الشنطه السودا اللي هناك دي، فيها شويه بطاطس على شويه كده خزين، مش خزين، التموين جبته. فهنشيل الحاجات دي مع بعض وهنرتب الرخامه وهنخلي المكان زي الفل. انا بس عايزه اقول لكم ان احنا يعني هنمسك الفترة اللي جاية المطبخ تنظيف عميق جدا جدا. يعني هنلم النهاردة الكركبة وهنرتب المكان وهلم المواعين وهغسلها، وزي ما احنا كده شايفين الكركبة دي كلها والتربو هنا بتاع البصل والثوم والحاجات دي والاكياس، كل ده هنشيله مع بعض وهنرتب دنيتنا كده ونخليها زي الفل. واستنوا بقى الفيديوهات بتاعة المطبخ، مش عايزاكم تزهقوا، مش عايزاكم تملوا، لان الفترة اللي جاية شغلنا في المطبخ تمام. هيكون شغل جامد قوي قوي، واستعداد لشهر رمضان كده، تنظيف عميق جدا للشقة كلها. بس هبدأ معاكم بالمطبخ. انا كان معايا الارنوب ده. الارنوب بتاع بنتي، معرفش ايه اللي جابه هنا، حطيته لها بره. زي ما شفنا كده كان في بداية الفيديو كان في طبق فيه غسيل. الغسيل اللي هو كنت غاسلة يعني غسيل، وحطيته في الطبق عشان اروح انشره. طلعته برضو حطيته بره عشان بعد ما اخلص معاكم هروح انشر. هنا التموين بتاعي كان عبارة عن كيسين سكر وازازتين زيت وايه تانية صبوحة وكيسين مكرونة، بس كده. نعمة وفضل من عند ربنا. الحمد لله. فهنا فضيت نص كيس السكر في السكرية، وده اللي اتبقى.
تمام. عايزين برضو الفترة اللي جاية نجيب السكرية الكبيرة اللي ممكن تاخد كيس كامل، او في سكرية كبيرة بنشيل فيها السكر، يعني تاخد كيس واتنين وتلاتة، وابقى اشيل منها بقى. يعني كل ما السكرية الصغيرة الاساسية اللي بستخدمها كل ما تنقص ناخد من الكبيرة، بس بتريحنا وحلوة. يعني بتاخد كيسين تلاتة اربعة على حسب الحجم اللي انا هجيبه، فبصراحة بتبقى حلوة قوي. وهنا قلت اشيل معاكم بقى التموين بتاعي. فشلت السكر وشلت المكرونة وشلت هنا الزيت، وبلم معايا الدنيا. ده كيس السكر التاني غير اللي انا فتحته واتبقى منه شوية، وشلت الزيت وشلت المكرونة، ودي الزبالة بلمها. وبرتب. بصوا الرخامة دي لان هي مكركبة جدا، نمسحها بقى ونرتبها ونشوف يعني الدنيا فيها ايه هنا، لان هي كانت مكركبه او صعب. وعندي التربو كان في اكياس قد كده وشنط، انا ما برضاش ارميها لان انا بحتاجها. يا جماعه انتوا عارفين ممكن نازله السوق بدل ما اشتري شنطه، لا الشنطه بتبقى موجوده. فبحتاجهم. ساعات بيبقى في اكياس اللي هي اكياس التلاجة دي انا بحتاجها للسندوتشات، وبحتاجها لو اشيل حاجة في الفريزر. ساعات الشنط اللي هي الشفافة البيضة انا بحتاجها لما ما بيبقى عندي عيش زيادة، بحطه في الشنطة وبربطها وبحطه في الفريزر بينفع. يوم مثلا ما عنديش عيش بطلع عيش من الفريزر واسخنه، وبيكون زي الطازة بالظبط. لو انا شلته طازة في الفريزر لما بيجي اطلعه برضو واسخنه كأنه طازة بالظبط. هنا ايه ده سبوع. سبوع ابن عم جوزي، مراته ولدت، وده كان السبوع. طبعا كان متاخد منه حاجات لان السبوع كان اكتر من كده، وكمان كان فيه التحفة والحاجات اللي بيحطوها دي اللعبة. بس ده السبوع. فالمهم انا طلعته، كانت بنتي واقفة على باب المطبخ، فقالت لي هات يا ماما احط للعيال، يعني ايه تاكل العيال سبوع وكده وتخليهم يتسلوا ويبعدوا عني لان هم كانوا شبطانين فيا. فبنتي الكبيره كانت قاعده معاهم وقالت هات السبوع ده اكله لهم. طيب هنا ده عيش ناشف. طبعا انا ما برموهوش زي ما قلت لكم، بجمع العيش الناشف ده وبستخدمه في حاجات تانية، ما برموهوش بستحرم يعني حرام وكده. وكشاكيل والكراريس اللي انا طلعت بيها دي كشاكيل كويسة يعني وحلوة تنفع الأولاد. مرضتش ارميها، كنت مجمعاها من الحاجة اللي اتبقت من الترم الأولاني، والحمد لله ولادي نجحوا بجد. يعني فرحوا قلبي، ربنا يحفظهم يا رب وينجح كل أولادنا ويفرح كل أم وأب بأولادهم. فولادي نجحوا، وجمعت بقى كام كراسة وكام كشكول كبار كده فاضيين، فقلت لا مش هيترموا حرام، وخليتهم برضو على جنب ودلوقتي شلتهم معاكم. ايه ده بقى؟ دي بطاطس. كنت بوريكم كده، لما اوريكم البطاطس دي بطاطس صغيرة، الصغيرة دي بستخدمها في السليق. لما باجي اسلق بطاطس بحب اسلق البطاطس الصغيرة. وعندي طبعا في التربو من تحت بطاطس كبيرة عشان لما اجي احمرها او اعمل صينية او كده تبقى البطاطس حلوة يعني. فضيت معاكم، كنت جايبة حوالي 3 كيلو بطاطس من اللي هي الصغيرة دي للسليق، فحطيتها معاكم زي ما شفنا. ورتبنا الجزء الأولاني المطبخ، رتبته المطبخ الخشب والرخامة، وشلنا كل الكركبة، ورصينا التموين ورصينا البطاطس ورصينا الحاجة بتاعتنا، وشلنا كل الكركبة اللي كانت موجودة وخليناها زي الفل. دخلنا هنا بقى على الجزء التاني، فعشان كده غيرت لكم مكان التصوير والكاميرا. زي ما قلت لكم كل ركن هنضفه هغير معاكم التصوير، اجيب لكم الاتجاه اللي انا بنضف فيه، بحيث ان كمان يكون في تغيير في التصوير وما يكونش كل مرة الفيديوهات شبه بعض، نحاول نكون في تغيير شوية. فهنا جيت هنا على الجزء ده هرتب الكركبة دي. اول ما جيت الجزء ده كان في ايدي اللي هو الجوانت السيليكون ده جميل قوي، واكون حاطه حاجة في الفرن بطلعه بيها. ولو انا عايزه اغسل مواعين ومعايا يعني ده الجوانتي برضو بيكون حلو. بس انا يعني عملية جدا، بحب استخدم ايدي عادي من غير جوانتي، بستسهل بصراحة. فهنا بقى الركن ده برتب تحت الرخامة، وبرتب كده الدنيا حواليا، وبشيل كل بقى الرخامة اللي هي بتاعت الحوض دي. زي ما شفنا في بداية الفيديو لما عملت لكم جولة سريعة، كان في مواعين وسخة قد ايه، كان كوم. والصينية كانت مليانة طبعا مواعين وازايز وكل ده. بلم بقى الرخامة هنا بنضفها وبخليها زي الفل، وبجمع المواعين هنا بقى عشان نبتدي نغسل بقى واديله ادي، والجو ساقعة وتحديت الكسل ودخلت على المطبخ. عايزة اقول لكم الفيديو ده انا هخلصه وهسجله وهنزله لكم على طول.
النهاردة يوم 6 تقريبا، النهاردة 6 يوم الخميس، النهاردة 6 في الشهر تقريبا. فأنا هخلص من هنا والفيديو هينزل لكم فورا من هنا. أنا بدأت شغل في المطبخ متأخر يا جماعة، عشان كده ايه برضو بسجل، بس ان شاء الله هلحق معاكم ان هو ينزل بدري بإذن الله. آه، ليه بقى بدأت التصوير او التنظيف في المطبخ متأخر؟ لان انا من اول ما صحيت وانا عايزة اقول لكم طالع عيني في الشقة قد ايه. مسكت الشقة كلها، بما ان النهاردة الخميس، مسكت الشقة تنظيفات الاسبوع بقى، استعداد اللي هو ايه نهاية الاسبوع لازم تبقى الشقة عندي زي الفل. فمسكت الشقة كلها كنس ومسح، وكان عندي غسيل كتير جدا. حبة الغسيل اللي شفتهم في اول الفيديو دول، يعني دول كان تالت دورة غسيل بشغلها في الغسالة. غسلت غسلتين ودي كانت التالتة. غسلت غسيل كتير جدا ونشرت ومسكت الشقة كلها تنظيف وترويق وترتيب وكنس ومسح، وخليت الشقة زي الفل، وغيرت الملايات بقى بتاعة السراير. يعني خليت المكان عندي زي الفل جدا. فعقبال بقى ما دخلت على المطبخ، انا عايزه اقول لكم كان الوقت اتاخر. اخر النهار حتى شايفين الشباك مفتوح، مفيش اضاءه، مفيش الاضاءه اللي هي بتاعت الشارع النهار. كان الليل ليل والمغرب اتدنت. بس برضو قلت لا مش هكسل، ما هو لازم يبقى المكان نظيف، يعني الشقه كلها نظيفه والمطبخ زي ما شفناه كان عامل ازاي. مواعين اللي هي بتاعت الغداء، اتغدينا بدري طبعا، فكانت المواعين مع مواعين الفطار مع الكركبة اللي كانت موجودة والتموين والشنط اللي كان محطوطة والسبوع والخزين والبطاطس. بصوا كان مكركب، مع ان في زبالة اصلا لميتها من الشقة كلها زي ما شفنا في اول الفيديو. فالمطبخ يعني وانا بروق بره في الشقة كلها، كل كركبة كانت بتقابلني بدخلها على المطبخ. فالمطبخ كان صعب جدا جدا. فما كانش ينفع طبعا ان هو يتساب، فقلت يلا تعب بتعب بقى. روتين الخميس اللي دايما بيبقى صعب علينا كأمهات، بنمسك الشقة تنظيف عشان تبقى الدنيا رايقة وصباح علينا الجمعة. انا من الناس يا جماعة والله بجد اللي بحس ان العيد برضو بيتكرر كل اسبوع، اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة ده انا بحس ان هو عيد، وعشان كده تلاقونا اربع وخميس بنظف الشقة تنظيف عميق جدا. اللي هو كان بالنسبة لي صباح الجمعة عيد، بيبقى ليه يوم مميز كده واليوم بيبقى خاص وجميل. يعني أنا بحب يوم الجمعة، وبيبقى أجازة وكلنا متجمعين، واللي في المدرسة أجازة واللي في الشغل أجازة. فأنا كمان ببقى حابة إن أنا كمان أكون أجازة من شغل البيت، فبنضف الشقة كلها. طيب بتعملي إيه هنا بقى؟ إيه صبوحة، نضفت الرخامة وخليتها زي الفل، وجمعت بقى شوية المواعين. وبدأت بالمواعين بإيه؟ بالصواني اللي انتوا شفتوها الكبيرة، غسلتها وخليتها زي الفل عشان حطيتها على البوتاجاز، لأن المواعين كتير قوي قوي. فهغسل وهحط المواعين في الصواني دي تتصفى، لأن في حلل كتير وصواني كتير وحاجات ما ينفعش أشيلها بميتها. لو شلتيها بميتها حتى لو في الشتاء بتجمع صراصير وبتنزل مية في قلب المطبخ وبتعمل ريحة وحشة والكلام ده. فلازم نصفي المواعين بتاعتنا، لان هما كتير. عارفين لو حاجة بسيطة انا بحط على الرخامة هنا لو حلتين صينية بحطها على الرخامة تصفي، مفيش مشكلة. انما المواعين كتير وهتبقى كتير على الرخامة، فانا عملت الصينيتين غسلتهم وقلت ابقى اصفي عليهم المواعين. الاطباق هشيلها في الصفاية عادي، اللي هي بتاعت المطبقية دي هتتصفى عادي على الحوض. والشوك والمعالق والسكاكين برضو في الصفاية اللي على المطبخ مفيش مشكلة. انما كل المواعين اللي هي الالمونيا بقى والتيفال والحاجات اللي هي الغطيان بتاعت الحلل والصواني والطاسات والحاجات دي، والحاجات البولات اللي هي الكبيرة دي اللي هي ما بتتشال برضو في ضرفة المطبخ، كل ده هحطه هناك ان شاء الله كده على الصواني اللي هناك دي اللي على البوتاجاز تتصفى. عشان كده غسلتهم وبدأت بيهم. يا رب اللهم لك الحمد والشكر. بجد منوريني ومشرفيني. وكالعادة هقول لكم ان طبعا وجودكم في حياتي ده شرف ليا، وبتخلوني كده اسعد انسانة في الدنيا. مش همل من الكلمتين دول ابدا في الفيديوهات بتاعتي، لان ده مش مجرد كلام، ده حقيقة. فطول ما هي حقيقة انا عايزاكم تحسوا بيها والله بجد. فتلاقوني في كل الفيديوهات بقول لكم الجملتين دول. انتوا فعلا وجودكم في حياتي منورني ومشرفني وشرف ليا. الفيديو بتاع النهاردة طويل سيكا،
طويل سيكا يا حلوين. يا ترى بقى مين فيكم اللي طول معايا لحد الدقيقة ال15 وبيسمعني دلوقتي؟ هتكتبوا لي في الكومنتات ولا هتكسلوا؟ عايزاكم ما تكسلوش عن كتابة الكومنت بتاعكم او التعليق بتاعكم، وتكتبوا لي وتقولوا لي احنا معاكي لحد هنا يا صبوحة، وسمعناكي واتفرجنا على الفيديو، وحتى لو الفيديو طويل والله على قلبنا زي العسل. هستنى التعليقات بتاعتكم الحلوة. هنا انا بغسل المواعين. بصوا، هو المواعين هنا كانت كتير قوي والله بجد، زي ما انتوا شايفين كتير بمعنى كلمة كتير، من اطباق لصواني، لاطباق كبيرة، لشوك، لمعالق، لطاسات، بصوا كم مواعين حرفيا. فانا لقيت نفسي بقى الفيديو بيطول مني والمواعين كتيرة، ده كان قدامي ولا نص ساعة قبل ما اخلص. فزي ما انتوا شفتوا كده، يعني انا حتى لسه واخده بالي معاكم دلوقتي ان انا ما نزلتش، انا كنت مشمره لان المواعين كانت كتير قوي قوي. فانا بره الكاميرا بشمر عشان الهدوم ما تتبهدلش ميه، وبخلص اللي ورايا براحتي. فانا نسيت ان انا انزل انزل الكم بتاعي العباية، انا لسه شايفة معاكم دلوقتي. فانا ولا هعيد الفيديو ولا هقص ولا ايه الكلام ده، ماشي، اسيبها كده ببركتها. مفيش احسن من البركة. فانا مش قطعت معاكم الفيديو، حذفت حاجة، لا، انا الفيديو بطبيعته زي ما بدأت تصوير زي ما نهيت تصوير، ولا حذفت ولا شلت حاجة، والفيديو بطبيعته جدا. انا بس زي ما انتوا شفتوني عديت كده وقفت الكاميرا، وزي ما شفتوني رجعت شغلت الكاميرا. اثناء بقى الوقت اللي كنت مثبته فيه التصوير، مسكت المواعين كلها خلصتها، لان هي خدت مني فوق نص ساعه بجد. زي ما انتوا شايفين كده هناك على البوتاجاز الصينيتين مليانين مواعين على اخرهم، غير كميه الاطباق اللي اتشالت والكوبايات والمعالق، يعني المطبقيه كلها تقريبا كانت وسخة. فانا المواعين اللي فيها كلها كانت مش نظيفة وانا غسلتهم. بصوا هنا انا اتعصبت وبلطم وشكلي اتحول وملامح وشي اتغيرت، وكان نفسي اقتل حد. ليه بقى؟ بغض النظر بقى عن المواعين اللي اتغسلت والمرمطة اللي انا فيها في المطبخ، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو كده واحنا بندردش مع بعض، ان انا روقت الشقة كلها كنس ومسح وتنظيف. وشفته في اول الفيديو كمان لما اديت السبوع لبنتي، لما قالت لي هتاكل الولاد. تمام يا حلوين، تمام، قشطه يا سبوحه، قشطه. اديت لها بكل امان ان هي هتاكلهم وهتاخد بالها من المكان. جت تقول لي ماما بكل برود كده، عايزه اقول لك ان الاولاد بحتروا السبوع في الارض وخلوا السجاده متبهدله وخلوا الدنيا متبهدله يا ماما. قلت لها يا لهوي، قعدت اصوت والطم، وقلت لها خدي بقى ده بليكي انت اللي هتكنسي، خدي بقى الجاروف وخدي المقشه وعيشي بقى بره، نضفي لي المكان ورجعوا لي زي ما هو، لان انا مش هخرج من المطبخ ده على هده تاني. انا سايبه المكان نضيف بره، ارجع الاقيه نضيف. بس فالمهم هي عملت كده فعلا، وده كان نهاية الفيديو. ما عملتش البوتاجاز، هعمله معاكم في فيديو لوحده لان هو صعب جدا ومحتاج فيديو لوحده. فشكرا ليكم والسلام عليكم.